قال وزير خارجية المغرب وأوكرانيا اليوم إنهما بحثا في الرباط سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الأمني والاقتصادي. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: كل من أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة السيادة والوحدة الترابية لكلا البلدين. وأضاف أن أوكرانيا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء المغربية الذي يعود لعام 1976 مما يجعله أقدم نزاع في أفريقيا. واقترح المغرب خطة يحصل بمقتضاها الإقليم على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه جبهة البوليزاريو طرف النزاع مع المغرب وكذلك حليفتها الجزائر. كما قال وزير خارجية البلدين أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق في المجال الأمني والجريمة المنظمة وكذلك الجانب الاقتصادي خاصة تقوية المجال الفلاحي. وجدد ناصر بوريطة تأكيده على أن المغرب ليس طرفا في الحرب الأوكرانية الروسية لا بشكل ولا بالآخر، لكن المغرب معني بها على اعتبار أنها تمس الأمن والاستقرار الإقليمي للدولتين. ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها تمس الأمن والاستقرار الإقليميين الدوليين ولتبعاتها وانعكاساتها الاقتصادية. كما قال إن المغرب له علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا ويرحب بكل مبادرات لإيجاد حل سلمي، وأضاف: أكثر من مبادرة ممكن أن تصعب الحل السلمي.